السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا بكم في قناتي خبر وحكاية. تمر الآن الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية كبيرة، طلعت من خلالها على السرير في أحد المستشفيات اللي هي محجوزة فيها عشان تتلقى العلاج هناك، وقالت: يا جماعة، نصيحة مني، بنصحكم نصيحة وأنا في ظروفي الصحية دي، إن بجد محدش يهمل في صحته، لأن أنا ده بسبب اللي حاصل لي دلوقتي، إن أنا أهملت في صحتي كتير. قالت: محدش يهمل في صحته خالص، وأهم حاجة ورقم واحد هي الصحة. بسمة وهبة هي تبلغ من العمر 53 عام، عندها 4 أولاد، منهم عبد الرحمن ومنهم عبد الله، من رجل أعمال الملياردير السعودي. خلفت منه ولدين وهي عندها 53 سنة. عرفت بسمة وهبة وبدأت بدايتها جدا، كانت محجبة زي ما كتير مننا عارفين، وبدأت في قناة اقرأ، وكانت بتقدم من خلاله برنامج ديني. بعد كده، بعد ما انفصلت عن زوجها السعودي، قلعت الحجاب، وبعد كده اتجوزت من رجل الأعمال علاء عابد. وده كان المختصر عن ظروف مرض بسمة وهبة.